شوفولي الطبقات الحلوه دي. قالب البطاطس طبق جانبي اكتر من رائع. تعالوا اوريكم الطريقه. اول حاجه هعملها، هاخد عندي كوبايه من الحليب ونص كوبايه من كريمه الطبخ العاديه، 2 بيض، ملح وفلفل، نص كوبايه من الدقيق عشان كتير بيقولوا انت مستخدمه كوبايه، ده كوب معياري، ده نص كوب مش كوب. بيكنج باودر نص معلقه صغيره. دول مع بعض. اضيف لهم زعتر بري، هاخد الورق كده بس عشان ايه اضيف لهم نكهه. خد البطاطس زي ما هي كده بالقشر مغسوله واقطعها شرايح رفيعه زي الشيبس، ممكن تستخدمي الماكينه او القطاعه. هاخد عندي قالب كيك عادي، هدهنه بالزيت وهصب الخليط ده في قلبه عشان انا عاوزاه يطلع اخد شكل القالب. جاهز عندي، هدخله الفرن، ممكن ياخد تقريبا نص ساعة على حرارة 180. تطلع زي القالب كده. خلونا نقلبها، شوفوا بالمنظر ده. حاول اقطعها شرايح، الافضل طبعا نخليها بعد ما تبرد